احتضان الجزائر لنهاية كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة هي فرصة أرادها المنظمون لدعم ملف ترشح الجزائر لاحتضان الكاف بحضور الرجل الأول في الكاف عيسى حياة الذي اكتشف عن قرب الملعب التحفة الذي ينتظره كل أبناء الباهية وهران. هو ملعب يتسع ل40,000 متفرج بهندسة مميزة وحداثة تجعله مرشح ليكون واحدا من أجمل الملاعب. Je suis devant des infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Elles sont démentielles. Bon, nous savons que l'Algérie a beaucoup, mais ça, je crois que c'est futuriste. Et ce que vous êtes en train de faire vraiment honore le sport africain, le football africain tout particulièrement. Ce que je vois devant moi. Et hier, j'ai visité aussi la salle de conférence. Je crois qu'elle est unique. Et nous aurons l'occasion peut-être un jour de revenir ici, profiter de toutes ces installations que vous êtes en train de réaliser pour le bénéfice de la jeunesse africaine. رئيس الكاف أعجب كثيرا بهذا المشروع الذي ستحترم آجال تسليمه مثلما يؤكده والي وهران. هما قالوا لنا سبتمبر 2014. احنا قلنا لهم ماذا بينا يكون على الاقل في لانه فيه 4 اشهر، لو نزيدوا لهم هذه معناها راح يطلبوا اضافه 4 اشهر. احنا قلنا لهم ما فيش 4 اشهر، معناها قبل ممكن يكون في ماي في ابريل هكذا يمكن ان شاء الله. رئيس الفاف الذي كان حاضرا خلال هذه الزياره التفقديه لم يخفي سعادته وثقته في تاثير هذا النوع من المنشآت على حظوظ الملف الجزائري. مقاييس هي مقاييس دولية ذات طراز عالي، تمكنا بسهولة بالاحتضان مسابقات دولية كبرى. عندنا 5-6 ملاعب في حيز البناء على مستوى القطر الجزائري، وهذا يمكننا بأنه نتقدم للمؤسسات الكروية سواء القارية الكاف أو الدولية لاحتضان المسابقات الكبرى الدولية. آخر محطة في الزيارة كانت ملعب أحمد زبانة الذي أصبح جاهزا لاحتضان العرس الإفريقي.